الحلقه ديالنا اليوم، هاد الحلقات اللي غندير اليوم هما جوج حلقات تيهضروا على الحريق يا ما الحريق، الظاهره الحريق، حرقوا مشاو لبرا، غادي نحرق ما غادي نحرق. هاد المصيبه الكحله ديال الحريق، واحد جوج ولاد مصاحبين او تصاحبوا بعضياتهم، تصاحبوا ماشي ولد حومتو، ولكن واحد تصاحب مع واحد، تلاقاو واحد المره في واحد لاصال تيترينيو، وفي ديك لاصال تعرف في لاصال تيترينيو الدراري واخا ما تيكونش يعرفوا بعضياتهم، واحد تيصلح الاخر في لاصال تيقول لها لا بغيتي تهز السكر، كل واحد تيولي مدرب ديال الاخر في لاصال. تلاحظوا في ليصال سيتو ليصال ديال الحديد تيهزوا الاوزان الثقيله وداكشي، تيخدموا لي مسك ديالهم، تيتعرفوا بعضياتهم الشباب، تعرف معاه، ولكن وقعت عندهم واحد المعرفه ولكن سطحيه. ديك المعرفه تيتلاقاوها في لاصال، تما فين تيتلاقاو تيهضروا في لاصال، ولكن تيمشيو الله يهنيك الله يهنيك. استمرت هذه القضيه هذه واحد 3 شهور ولا 4 شهور، ولا تتعرفوا مزيان. شي اللي جعلهم زاد ديك المعرفه ديالهم الزنقه، ولاو تيتلاقاو في العشيه تيمشيو يشربوا قهوه، انت فين ساكن انا ساكن هنا، وانت فين ساكن انا ساكن هنا، اش تيدير باك اش تيدير با. واحد فيهم اللي تيهمنا حنا، واحد الشاب اللي كان في عمره 26 عام، الغريب في الامر عند والديه غير هو، مو من بعد ولداتو ما عاودش ولدات، وكان عزيز عند والديه، كان عزيز عند والديه اللي عنده موتور كبير ديالو وعنده سياره وتيمشي لاصال وتيقرا انجليزيه وشد البكالوريا ديالو بمونسيون. هذاك السيد الاخر اللي تصاحب معاه اللي تعرف معاه، وثانيين هاد الولد اللي هضرنا عليه دابا، هذا اللي لاباس عليه وباه لاباس عليه بصح، عنده فلوس، راجل فلاح من واحد الجهه، عنده تجاره ديالو في المدينه، ما خاصو خير، وساكنين في واحد الفيلا كبيره. الاخر لا، الاخر ساكن في دور حي شعبي كما قال لي، لان هذاك كان تيقول لي، الاخر تيقول لمو الشعبي، تيقول بان باه عنده واحد الكراج ديال ميكانيكي، وبانه مشى للتكوين المهني وقرا المكننه لا ميكانيك، وبانه تيقول غيكمل الدبلوم ديالو غادي هو يدير كراج كبير ديالو كذا كذا كذا. هكاك العلاقات ديالو. جمعتهم هذيك الطوموبيل اللي كانت ديال السيد المعني بالامر الاول، كان الاخر تيشوف لي هذه، تيصلح لي هذه، تيقول لي هذه خصك تبدلها، هذيك كذا، انه تعرف لا ميكانيك، ولكن ولاو صحاب بعضياتهم. حتى لواحد النهار هذاك نسميوه حنا غير الميكانيكي، ذاك الميكانيسيان، خبر ذاك الولد قال لي ودي انا غادي نمشي لبرا، غادي نمشي للخارج طالبين الميكانيسيانات. الميكانيسيان في الخارج راه تيخدم وتيدير وتيفعل كذا كذا. عندي ولد عمي ميكانيسيان في الخارج تيعاود ليا نهار مشى فهمتي عنده غير الحرفه في راسو، دابا راه ولا ودار وفعل كذا كذا، وتزوج واحد الطليانيه وعايش معها مزيان وبوها لاباس عليه، وعنده واحد الكراج كبير وعنده كذا وعنده كذا، وراه غيديني تما وراه وجد ليا السكنه، وتيوريه تيقول لها ودي تيجيب لي البورطابل ديالو تقول لها السكنه شتي، هذه هي السكنه اللي ديالو هو عايش فيها، هذه السكنه اللي خلى لي انا هي صغيره قال لي جي تعيش فيها وكذا 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 وكذا. هذه مراته واقف معها، هذه خت مراته تيقول لي الا جيتي ان شاء الله تزوج بها باقا تتقرا. الاخر غير تيتصنت ليه. واحد المره دخلت معاه في الموضوع وقال لي كيفاش غتمشي، واش غدير التاشيره غدير الفيزا ديالك؟ قال لي لا، لقيت واحد السيد تيحرك هو اللي غيحركني. فعلا مع الكلام مع اليوم غدا الاخر كل نهار تيخبروا وتيقول لي فين وصل في ديك العمليه اللي بغا يدير ديال الحريق. قال لي واحد النهار بان السيد طالب مني 4 المليون وانا وجدتها ليه، ودابا راه دا واحد الدراري مشاو، واحد 4 الدراري مشاو وراه عيطوا لي من لهيه وقالوا لي راه السيد راه معقول وراه كذا وراه كذا وراه كذا وراه كذا وراه غيديك هذا. هذاك الولد طاحت لي فراتو فكره بحال لعب مع الشيطان. الدري اللي ولد عائلتهم، ولد عائله، الدري اللي عنده موتور كبير ديالو، اللي عنده طوموبيل ديالو، اللي باه تيقول لي انا ما تنطلب منك والو الا قريتك تمشي لقريتك، واللي تيقول ليه باه انا بغيتك تشد واحد الدكتوراه ديالك في الانجليزيه وبغيتك تكون استاذ ديال الانجليزيه وبغيتك.
دخلت ليه ديك الفكره ديال هو حتى هو ولا تيفكر يمشي لايطاليا ويعيش في ايطاليا وما عرف شنو غيدير في ايطاليا. عرض فكره على مو ما بغاتها شيء، وصلت الخبر لباه، باه دخل معاه في نقاش كما تتقول واحد السيده من عائلتهم، نقاش حاد تيقول لي كيفاش شنو خصك هنا، اشنو خصك هنايا، شنو خصك هنا في المغرب، شنو خصك معايا، اشنو خصك قرا دير في قرايتك ومن بعد تاخذ فيزا بطريقه قانونيه، وانا غنشد فيزا وانا غنديك معايا وتمشي تشوف ديك الدنيا. حنا ديك البلاد حنا بالنسبه لنا حنا نمشيو لها غير سياحه ماشي تعيش فيها. ولكن داك الدري واللي في راسو بغا يمشي مع داك السيد صاحبو، بغا يمشي معاه، تيقول لهم انا غنمشي معاه، انا غادي نمشي معاه، انا غنمشي معاه. باه شرح ليه بان عنده عمامو وعنده ولاد عمامو في الخارج في فرنسا وفي ايطاليا، عنده عائله كبيره. تيقول لي نهار غتبغي تمشي اولدي غتمشي سائح وغنصيفطك عندهم وغتمشي تشوف عندهم وراهم تيتسناوك وراه كذا وراه كذا وراه كذا. الوالد ديالو مسكين دار ليه اتصال ما بينه وبين خوتو اللي في الخارج، وتيهضروا مع داك الولد تيقول له غير صبر، راه غير قرا دير في قرايتك، غادي نجيبوك عندنا وغتشوف الدنيا وغادي دير وتولي استاذ ديال الانجليزيه في بلادك وتبقى تجي وتمشي وكذا. دخلوا تيعاودوا ليه الدري لا خصو يمشي بديك المشيه اللي مشى معاه، هذا غادي خصو يمشي معاه، هذا غيمشي خصو يمشي معاه. واحد الوقت باع الموتور ديالو، وباع الموتور ديالو ب6 المليون، لان كان عنده موتور كبير، موتور كما تنقولوا 4 سيلندر بيرمي. باعوا بحجه اما قال لمو قال لا راه فيه الخطر، كان غيضربني واحد خينا، كنت غنتقلب وكذا وكذا وهذا البوليس حاطين علينا وكذا وكذا. باع موتور با فرح، قال ولدي باع الموتور، ولدي ما بقاش مع داك الموتور اللي خلعنا. ولكم تتعرفوا الموتورات الكبار، الناس اللي عندهم موتورات كبار راكم تتعرفوهم، هذوك الموتورات الكبار تشوفوا الصداع اللي تيديروا. وانا تنقول لكم هذا الكلام لان تنعاني من هذا الصداع، لان في الحومه ديالي كاين واحد الدري عنده موتور كبير مصدعنا في راسنا وتيديروا هذاك تيزيدوا بعض المواد في ليسانس باش تيبقى يدير الصداع بزاف وخدعوا الناس. ولكن تشوفوا الضربه ديالهم، الحادثه ديالهم مميته، اما يقتل اما تيتقتل. لان تنشوفوا ناس اوروبيين تيجيو من المانيا وفرنسا وتيجيو قافلات ديال الموتورات كبار وتيجيو السياحه غاديين مقادين مصاوبين. حنا عندنا هنا تيدير موتور كبير وتيبقى يدور وسط حومه مصدع حومه، تيدور النهار كامل والناس تيدعيو فيه بالقهاوي الله يعطيه الله يعطيه حتى تنجي. وهنا غندير واحد الخرجه والله العظيم. كان واحد ولد عنده واحد الموتور كبير وكان تيدوز في الشارع، شحال شدوه البوليس وطلقوه، شحال شدوه البوليس داو ليه غرامه، شحال شدوه، هو الدري اللي فراسو وكان تيدوز بواحد السرعه وبواحد الصوت ديال داك الموتور، فهمت، تيخلع الناس. ودار واحد الحادثه مشات معاه واحد البنت كانت راكبه معاه، مشات الضحيه معاه وماتوا بجوج. ولاو تيقول الناس هاد الدعاوي ديالنا، هاد الدعاوي ديالنا، هاد الدعاوي ديالنا. لان لما ايوا الشاب تكون عندك موتور وتكون غادي في الشارع وتدير داك الصوت فا 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 صدع الناس، راه ماشي صحابك الناس تيقولوا بطل، غتيبقاو يدعيو فيك من تدير داك الاعمال هذيك. انا غير تنبه ونكمل الحديث ديالي. باع موتور واحتفظ بالفلوس، احتفظ بديك 6 المليون كما تقول السيده اللي من عائلته. وباه ما تيحاسبوش، ما تتحاسبوش، عنده حتى واحد حساب في لابونك تيخلي فيه فليسات تعطيهم ليه با بعض المرات من تيكون با رشقالي تيعطي فلوس شويه زايده تيديرها في لابونك باش تيدير ليسانس الموتور وباش تيدير ليسانس باش يدير مازوت للطوموبيل. دابا الموتور مشى ولات عنده فلوس في لابونك اللي هي شوف اش كان عنده قبل، يعلم الله وزاد على هذيك 6 مليون. واحد النهار الدري غبر ما بانش، دارهم ما جاش ليها، بقى تيشوفوا اشنو وقع تيسولوا العائله ديالهم في المدينه واش ما جاش عندكم، جاو عائلتهم تما لدارهم تيلاحظوا بان الدري هز حوايجو، بان مزوز الباليزه ديالو، مزوز واحد الساكادو ديالو، داو شي سبرديلات شي حوايج، اي دري دا حوايجو اللي مهمين، دا البورطابل ديالو، دا كذا، ولكن ما تيجاوبش بقات الامور تقريبا الصمت التام، لو كرون سيلونس، تقريبا واحد السيمانه، واحد اسبوع الدري ما تيجوش التليفون. دارهم مشاو عند البوليس ديكلاراو، داو تصويره، البحث لفائده العائله، مشاو الدري فينا هو ما كاينش الدري. امو
اللي هي عندها هو الوحيد، وراكم تعرفوا عندها دري هو الواحد وغيخبر ليها، والاب عنده ولي عهده هو ذاك الواحد، ذاك الدري هو الواحد، وغادي يخبر ليه، وغادي يخبر في ظروف غامضه وما غيبان شيء. عنده صاحبه الميكانيسيان، ولكن هو تيقول عندي صاحبي ميكانيسيان. وشكون هو هذا صاحبه الميكانيسيان اللي في واحد الحومه وكذا وكذا وكذا؟ شكون هو؟ بقى باه تيعطي الفلوس بعد الشبان ديال الحي باش يقلبوا على هذا الميكانيسيان. رجعوا بعد الشباب تيقولوا ليه ودي راه ولدك هذاك راه كان صاحبه تعرف معاه في لاصال، الطريق عطاتهم لاصال. هنا مشاو عند البوليس قال لهم ودي رجعنا واحد المعلومات بان ولدنا كان مع واحد الصديق ديالو، صاحبه اللي ولا جديد، صاحبه اللي هو ميكانيسيان وبا عنده حانوت ديال لا ميكانيك وكان معاه في لاصال، صاحبه ما تيتفرقش معاه. البوليس مشاو من هذا الدرب هذا ومشاو تبعوا هذا الطريق ومشاو لاصال وشوفوا مع مول لاصال تيسولوه. نعم مول لاصال جبد لهم واحد لي فيش ديال الناس اللي هما عنده وجبد لهم ذاك الدري. وهنا تنحيي الناس اللي عندهم ليصال ديال الرياضه اللي تيطبقوا القانون، والقانون ديال لاصال راه واضح، اي يكون داك اللي غادي تريني في لاصال يكون عنده بطاقه ديال ديك لاصال، بطاقه ديك لاصال. هادشي ماشي قانوني زعما المخزن تعاقبك عليها، لا، ولكن تكون عندك بطاقه لاصال ويكون عندك تتخلص لاسيرونس ديال لاصال، التامين ديال لاصال. لان شحال من واحد مات في لاصال، شحال من واحد طاحت عليه حديده، شحال من واحد دار شي عمليه خايبه في لاصال ولات عنده عاهه مستديمه، شحال من واحد في لاصال وقع عليه شي تشنج كبير اللي طلب منه باش ينعس في الكلينيك، وشحال من واحد وقع في سكته قلبيه. هنا لاصال او ليصال القاعات ديال الرياضيه، القاعات الرياضيه اللي هي في الملك ديال الخصاصه ديال مواليها، خص يكون عندهم اولا اي اديرون، اي واحد دخل جا باش يتريني يكون عنده واحد بطاقه شخصيه ديالو عند مول لاصال، الصوره ديالو، النوع ديال الرياضه اللي جاي يدير عندك، ويكون عنده لاسيرونس. ولما يجي عندي انايا واحد يتريني عندي ويعطيني البطاقه ويخلصني ويعطيني فلوس لاسيرونس، خصو نعرفوا على لاسيرونس، نقول له دير حنا مسؤولينك عند الشركه فلان فلانيه، راك تما في عندك لاسيرونس. نعم، لان تنتريني عندك وتنخلص لاسيرونس توقع لي شي حاجه تنتابع لاسيرونس. هذاك البوليس مشاو عند داك مول لاصال اللي تيتريني فيه الولد، قلبوا الفيشيون ما يجبدوا داك الميكانيسيان، جبدوه تعرفوا عليه، قال لي هذا هو الميكانيسيان صاحبه، ندخلوا مع هذا الدرب ديال نمشيو نقلبوا على هذا الميكانيسيان. مشاو تعرفوا على الدار ديال داك الميكانيسيان وتعرفوا على باه، وباه قال لهم هذاك راه انا عييت معاه وقلت له ولدي جلس تعاوني وجلس خدم معايا وكذا وكذا، وبقى لاصقني وفي الاخر عطيته 5 المليون 4 المليون، قال لك يعطيها لشي حراق، ومليون بقى عنده قال لي غنحرق انا وواحد صاحبي، انا وصاحبي. اذا حرق هو وياه، بان بانه ولده حرق وحرق معاه صاحبه، واحد صاحبه تعاود عليه. اش تعاودك عليه؟ قال لك با لاباس عليه، قال لك اسيدي متى هو كان عنده شي موتور باعو، قال لك اسيدي، قال لهم خداو البوليس معلومات من عند الاب ديال داك الميكانيسيان، من عند الام ديال داك الميكانيسيان اللي هو هادر لهم على داك صاحبه، قال لهم تاكدوا بانه هذا الولد مشى مع هذا الولد. هنا الام شويه تفاجات، بعدا ما ميت شيء، بعدا ولدنا راه مشى للخارج كما كان الحال، هما ما بغاو شيء، ولكن كما كان الحال تعرف بعدا على الاقل تعرف في كاين ان الدم مشى للخارج. واحد الولد في البحث تيقول من الاصدقاء ديالو في البحث ديال البوليس مع تعميق البحث على الاقارب والاصدقاء والدراري في لاصال وكذا، واحد كان معاه في لاصال وكان صاحبه تا هو تيقول بانه دا معاه 20 مليون. تيقول لهم انا كنت نمشي نصرف معاه الفلوس وتنصرفوها بالاورو وتنصرفوها حتى بالدولار. اذا باع الموطور ب 6 المليون، اذا كان مخبي 14 مليون. او يعلم الله كي دار، واش باع ديك الطوموبيل اللي خلاها في دارهم غيجي يديها شي واحد ولا كذا. وكاين هذاك الولد تيقول انا كنت نمشي معاه عند اللي تيصرف الفلوس وتنصرفوا الفلوس هنا وهنا وهنا، وكنا تنمشيو للرباط وتنصرفوا عندك اللي في الشارع، وهذا اللي قانوني وغير قانوني تنصرفوا. ولكن قال لهم حسب ما شفت انا تقريبا غيكون دا واحد 20 مليون. مشاو عند واحد من دوك اللي تيتصرفوا الفلوس، مشاو عنده عرفوا وقال لهم ايه تيجي تصرف عندي الفلوس، ولكن تقرب تصرف عندي انا نقول لكم واحد 9 ولا 10 المليون. ولكن ذاك الولد قال صرف هنا وصرف هنا صرف هنا. اذا الدري دا ما 20 مليون.
تقريبا 20 مليون حسب البحث اللي دار البوليس وعائلته وكذا وكذا. ومشى دازت 10 ايام، واحد النهار عيط على مو، قال لي امي راه سمعتكم نوضتوا عليها لا لا قضيه عند البوليس وكذا وكذا، واش ما بغيتوش ندبر راسي، واش بغيت نبقى انا تما في المغرب، واش انا كذا واش كذا، ونشوف حياتي ونشوف برا ونشوف كذا 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 كذا. تقول لها ما تخافيش عليا وهذا، ومو تقول له ودي ربي غير نشوفك انت تعلمنا وصافي. قولها للوالد، قول له انا راه مشيت لبرا، صافي انا مشيت لبرا، ضبطت راسي انا مشيت لبرا وهذا وهذا. تقول لي مو فين انت ولدي؟ تقول انا في اسبانيا، انا في اسبانيا رحنا قطعنا ومشينا في اسبانيا صافي، ولكن غنوصل انا غير غنقاد ريقاتي وانا عارف كي غندير كي هادي كي هادي كي. المهم تقول دوز عند عمامك، دوز عند دمك فلان، دوز عند كذا دوز عند كذا. وباه ساق الخبر لهذا الشيء ولا تتصل بخوتو اللي عنده في الخارج، وراه جا راه في اسبانيا، راه علمنا راه لقينا راه في اسبانيا، شوف الا جا عندكم الله يرضي عليك خذوا بيديه، الا كان ديروها صحيح ليل ونهار. وجا باقي ما جاش، وجا باقي ما جاش، وجا باقي ما جاش. داز تقريبا 28 يوم والدري راه في اسبانيا مع صاحبه، مشاو بجوج. عمامو راه ساقي الخبار، عمامو تيتسناو تما، ولكن اتصال ما بين الاب والعمام الدري ما جاش عنده. واش باقي واحد في اسبانيا في شي بلاصه، يمكن باش يجي عندهم الطاليان. تيحاولوا يتصلوا به ما تيجاوش، مو تتصل به ما بقاش تيجاوب، هضر معاه مره واحده ما بقاش تيجاوب. حتى واحد النهار 28 يوم المراه تيجيو عندها جوج دراكية للدار، رجال الدرك، ومعهم جوج ديال البوليس من الشرطة القضائية، نقوا عليهم في الدار. خرجت الأم هي اللي كانت تما، قال لها فين راجلك؟ قالت ليه لا بغيتو نعيط عليه هو كاين. عيطوا الراجل جا، تتقول السيدة اللي من عائلتها تتقول بأنهم قال لها لا ما كاين باس، وبقاو جالسين في الطوموبيل تيتسناو الراجل. والام تتقول ما يكون باس، يقول لا ما كاين باس. الام تتقول مع راسها ولدي راه في الخارج وراجليها هو جاي، اذا مناش غنخاف انا ما عندي مناش نخاف. ولكن بقات واقفه قدام الباب واخرين جالسين في الطوموبيل. جا راجلها نزل من الطوموبيل، هبطوا هذوك الدراكين بجوج، وهبطوا دوك جوج البوليس بجوج مشاو عنده. السيده تتعاود ليا وتتعرف تعاود، وعجبتني في التعاود ديالها لما قالت لي حنا بقينا في الباب وتعطيني داك الشيء مع انا تعطيها اسئله. داك الطريقه ديال السرد ديالها كان عجيب، وكنت نسولها وكنت نشوف فيها المعقول الحقيقه، تقول الحقيقه وما هو جميل وليس بجميل، وما هو شنقول لكم فظيع، ان لم اقل جميل اقول فظيع. هي باش عاودت لي فاش الجدرميه وقفوا مع بوح عين بوحدو، هي تتشوف وراتو تشوف الجدرميه تيبينوا واحد التصويره، تيشوفها الاب تيهضروا معاه، تيبان الاب نهار وطاح بها، جلس على التروطوار وطاح. المراه بقات تتغوت وديك اللي معاها السيده اللي تتعاودنا من عائلتها اللي ديما معاها، قالت حنا بقيت نضربوا في حناكنا اش وقع ما وقع. هذوك الجدرميه والبوليس ولاتهم جيبوا الماء تيكبوا ليه الماء. المراه قالت لي مراه جا عنده السكر، جاء روني السكر ما جيب السكر، جابوا لي واحد شويه المونة شربوها ليه وكذا وكذا. سيدي رجعوا الله والله يعظم اجرك وعليك بالصبر وعليك بكذا 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 بكذا. اش هذا الخبر اللي جابوا ليه بان ولده مات. جابوا ليه بان ولده في واحد الغابه بجنب البحر، حدا القصر الصغير بجنب البحر. واحد السيد دايز وتلقى جثة ديال واحد شخص مقتول مضروب راسو مقتول، هو اللي علم به الدراك. ومشاو الدراك لعين المكان ولقاو داك الدري قاطعين عليه فوق منه الربيع وقاطعين شي برونش، بغاو يخبيوه، اللي قتلوه بغاو يخبيوه بجنب البحر. كاين الغابه والدري تما مقتول، لقاو تما مقتول بوحدو ما معاش الميكانيسيان. حسب كلام المسطره اللي الحمد لله توصلت لها ديال الدرك الملكي، تيقولوا بانه تنتقلوا مع المخبر للغابه مسمات كذا، تنجيو لواحد المكان معشوشب وفيه اشجار، فيه العشوب بزاف، الشجر، تلقاو واحد الولد مقتول، 2
حيدير ليه السبرديله ولابس غير تريكو والسروال بلو جين، تيقول مقتول مضروب في راسو، تيقول بانه بدات العلامات ديال النفخ، بدات يتنفخ، وبانه المخدوع البصمات ديالو تعرفوا عليه حسب البطاقه الوطنيه ديالو، داكشي تعرفوا عليه. لحسن الحظ كان هاز مع الباسبور ديالو والبطاقه الوطنيه ديالو، ولقاو مقتول تما. من قتله؟ لا يعلم احد شيئا من قتله. هنا البوليس هضروا مع داك السيد، قال لي شوف من فاق وديك حد الا خصك تجي عندنا غتجي عند الدرك الملكي، هما غتجي عندهم، تجي عند الدرك الملكي غيعطوك المكتب ديالهم في كاين، وتمشي عندهم باش يبحثوا معاك، يكلموا معاك البحث على هذا ولدك، باش ما نمشيش نروحوا غا هكاك قتلوه الصلاة على النبي. مشى بوه عند الدرك الملكي وجلس معاهم، وديما في رفقة امه، وتعرف على ولده. بعدا ما مشى داو لامورغ، تعرف على ولده، شاف الدري مقتول في مستودع الاموات، وتعرفت عليه امه. والاب بحث قال لي ما ودي انا ولدي راه هاش كاين كيما عاودت لكم انا، وعرفهم على داك الميكانيسيان. وقال لي حنا البحث غادي داو لي المحضر ديالو، وتطلب متابعه، خلينا المحضر ديالو على الناس اللي قتلوا ولده وما عرفش شكون اللي قتلو، ولكن فتح لهم الباب ديال البحث باش يبحثوا مع الميكانيسيان. مشى معاه الاب ديال الميكانيسيان. لما جاو الدرك واستدعوه برفقه رجال الشرطه، باه تيقول انا راه عيط ليا وقال لي هذه واحد السيمانه، قال لي با رانا في اسبانيا، وراه صيفط ليا بانه في اسبانيا، وصيفط لي فيديو في اسبانيا، وخدوا من عنده البورطابل لقاو الدري فعلا في اسبانيا تيسير با وتيقول الوالده انا، ولكن داك الدري الاخر ما معاش، هو تيشير وتيسلم عليهم وتيقول لي راني غادي للطاليان ولا كذا، راه هذا تيقول لي داك الولد تفارقت انا وياه، قال لك غيمشي عند عمامو ولا ما عند خوالو، وانا تفارقت انا وياه، انا بقيت بوحدي. اذن شنو فهمنا من هذا الشيء هذا؟ شنو فهمنا منه؟ هذا الولد، هذا الميكانيسيان هو سببه في الحريق، هو اللي بقى تيعمر ليه راسو، هو ما خاصو حتى شي خير، وداك الشيء اللي عايش فيه مع والديه ما عمرو غيلقاه لا في الطاليان ولا في ميريكان ولا في اي بلاصه. وكان عليه ينتظر هذا الولد، لانه حالته الماديه وحال الوالد الماديه تمكنه من الحصول على التاشيره، وكان يمشي توريس بلاصه بلا هذه بلا هذيك. هاد الدري تيقول لبا انا تفارقت معاه، مشى عند عمامو، ولكن عند عمامو غتفارق معاه في اسبانيا، غتفارق معاه تخرجوا من اسبانيا تمشيو للطاليان، يمكن نمشي عند عمامو. قال تفارقت معاه. هاد الدري عنده 20 مليون اللي مات ومشات، ولكن ما هو جميل بان الاخرين ما تيشوفوا الفيديو ديال الولد هذاك ديال الميكانيسيان في اسبانيا، تيشوفوا الساكادو ديال صاحبه ديال الدري، ساكادو زرق هازو، هاز الساكادو ديالو وهاز الساكادو زرق مصور به، صافي دير دا معاه الصاك ديال الدري. معنى هذا ان الحوايج ديال الدري قدام هو، معنى هذا انه لا يستبعد قتل داك الولد، قتلو لما شاف عنده 20 مليون، وهو عنده كما قال با عطيته 4 المليون للحراق وعطيته مليون ليه، واش ديك 4 المليون عطاها بقى ليه مليون، شافو ما قادوش، شاف عند الاخر فلوس بزاف وطمع. هذيك البلاصه اللي تلقى فيها الدري مقتول من تما تيحرقوا الغابه والجبل وقريبه تما تيجيو دوك الحراقه بالكلوزو ديالك وداكشي وتيديوهم، اي انهم ربما مشاو تما تيتسناو، لان الحراقه تيخليهم في الغابه يومين 3 ايام بالبرد والشتاء والجوع، تيخليهم تيجيبوهم حطوهم في شي دار يسدوا عليهم. دابا نعاود لكم واحد القصه، واحد الناس داروا وحدين سد عليهم في واحد الدار، خلاهم تما تيقول لهم ما تهضروش ما تتكلموش، خلاهم تقريبا 20 يوم، تعطيهم السيترو الحليب وكوميرات وما تهضروش، راه موالين العماره كذا كذا سكتوا. هذا يمكن حطوهم في ديك الغابه هو وياه قال تسناونا، الوقت اللي جاو اخرين داهم لهم مشى بوحدو، يمكن قال لهم هذاك رجع في حالته هو راه قتلو، لانه ها السكادو ديالو باين بانه قتلو. هذاك دات عليه مذكرة بحث الصعيد الدولي، لانه هو المتهم الاول، والصك ديال كيفاش انت في اسبانيا قلتي لي مرة مشى عند عائله ديالو ما عندوش عائله في اسبانيا، وانت الصك ديالو معاك تقول ما تفارقت انا وياه. اذا درتي ما بغيتي 20 مليون اللي كانت تتصرف الاورو بالدولار جراته باش يقتل صاحبه، باش يقتل الدري مسكين ولد عائله، دري لاباس عليهم دوك اللي تغواو وما اكثرهم
اللي تغوى، دوك اللي تاقوا بشي وحدين جاو كذبوا عليهم، قال لهم كذا 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 كذا، ومشى ماشي بغى يمشي للخارج، بغى يمشي بحال غادي انتحار، نموت، غادي يدوز بالزود ديالك ويدخلوا مع البحر وهذا والمواج. اش خصك اولدي، اش خصك؟ هذاك بقى مبحوث عليه برقية على الصعيد الدولي، كما الخدمة ديال الشرطة والخدمة ديال الدرك الملكي، بأنه لا يستبعد أن هذا الشخص هو القاتل، ولا يستبعد بأنه استنادا إلى الصك اللي هاز ديال الدري والكذوب اللي تيكذب في التليفون على باه، ومشى وقتلو ودار فلوس، أو شي واحد عاونو يعلم الله ودار فلوس ومشى. ولكن حاجة اللي زوينة بأنه كما عاودت لي السيدة تتقول بأن ذاك الميكانيكي دخل إيطاليا، الوجهة اللي كان غادي لها، وكان في اتصال دائم مع باه، وتقول بأنه تقتل في إيطاليا، تقتل. هادشي تأكدوا الميكانيسيين، الأب ديالو الميكانيكي تأكدوا لما زدت بحث ووصلت شي ناس أقرب منه تقول هذاك ولدو راه قتلوه، دوز شي عامين في الطاليان وقتلوه، ما عرفوش شكون اللي قتلوه، وراه صيفطوه من تما جابوه ودفنوه. تقتل في الطاليان. شكون اللي قتلوه في الطاليان؟ لأن الدري بقى في اتصال مع با الميكانيكي، ديما تهضر مع مو با وعائلته، هو مبحوث عليه على الصعيد الدولي متهم بالقتل. والدري الآخر عمامو ولاد عمامو معروفين ومشهورين في إيطاليا، واش وصلوا ليه؟ يمكن وصلوا ليه، أنا لا أستبعد بأنه وصلوا ليه. على ما هو عامين غيدخل مع المافيا ويدخل مع داكشي وداكشي، راه عامين يبقى يتلوى تما، غيتلوى مرة بايت هنا، مرة هاز كارطون، مرة خدام في الفلاحة، مرة تيتلوى. على هو غنمشي عطاو الأوراق ولا غنمشي تزوج طاليانية؟ ما عند معلومات، تا عند با ما عنده لا معلومات، لا مو عنده شي معلومات، لا جيرانهم لا صحابو تعرفوه، وقتلوه في الطاليان، قتلوه شي وحدين في الطاليان وجابوه في الصندوق ودفنوه. نعم كان قوة الله وقدرة الله، ربما ربي انتقم منه، ربي انتقم منه من داك الشاب، ولا يستبعد، ما يمكن شيء ما دار والو داك الشاب وسلط عليه الله هذا القتل من طرف مجهول. ما لقاوش اللي قتلو وصيفطوه في الصندوق. خرج على داك الوليد، خرج على ديك الأم، كما قالت لي ديك السيدة، قالت لي مو مرضات واحد المرض ولا تطيح في الطريق، تكون غادا تطيح وتتكون مع العيلة تطيح وتتغمى وتتعاود تفيق، حالتهم حالة. با ما بقاش يدير في خدمتو، تيقول الناس وانا على من خدام، اللي خدام عليه راه مشى ليا، اللي كنا نتسناو زواجو ونتسناو وليداتو راه مشى ليا. كلا هاد الميكانيسيان في داك الولد، وكلا هذاك الولد براسو الميكانيسيان، وكلا هذاك الدري، وكلا باه، وكلا مو، في سبيل ماذا؟ في سبيل الحريق. الحريق الحريق الحريق. وكنت قلت لكم واحد المرة على واحد البنت، وديما تتبقى فيها البنت، ان بنت عائلة بخير، وتيقولوا البوليس، يعاودوا لي البوليس اللي خدموا هاد لافير اللي تيعرفوها مزيان. هاد البنت كانت عايشة في التسعينات في واحد المدينة، بلا ما نذكر والديها مساكن، وبقاو عاوتاني يعاودوا يبكيو. وهاد البنت كانت الراجل عنده وليدات، ولكن عنده جوج بنات، بنت مجوجة وبنت عازبة. هذيك البنت كما تيعاودوا ليا بعض الشرطيين كانت معروفة بأنها جميلة، البنت الصغيرة جميلة، وكانت اختها الكبيرة تدابز مع راجلها، وتينوضوا صداع ديما مدابزين، ديما دافوني، ديما كذا كذا، وتيمشيو عند البوليس، وكانت هي تتدخل بيناتهم كل ساعة، تولوا عرفها البوليس، مال هادو اخويا الله يهديهم، عاوتاني دابزوا، صافي خويا غيتصالحوا كذا كذا. ولات معروفة عند البوليس بأنها تجي تصلح ما بين اختها وراجلها. وكانت بنت كما قلت لكم، كما عاودوا لي هما، كانت بنت جميلة، وباها كان لاباس عليه، وباها كان من الأسياد ديال ديك المدينة، وكان رجل معروف بكرمه وماله وخلقه وأدبه. وكانوا واحد مجموعة الناس يتمناو ديك البنت تزيد شوية في العمر ويتزوجوا بها، لأن كان عندها العمر باقي صغير، عندها 16 17، وهي كانت مهربة من الزواج، بدا في قرايتها ما تفكرش في الزواج. وكانت هي ديك البنت بشوشة مع الناس، كانت تتسلم وتضحك وكذا وكذا وكذا. وتعرف مع واحد البنت كانت بنتهم مشات لإيطاليا،
ماشي انا تنذكر ايطاليا بوحدك بحال تنهجي الدوله، ولكن المشكل وقع في هذه المدينه هذه، في الدوله هذه، هاد جوج مشاكل، وربما كاين مشاكل اخرى وقعت حتى في الصين، وقعت هنا ولا هنا. تعرفت مع واحد بنت بقات معها في اتصال، تيقول باها مسكين، تيقول انا بنتي كانت تقول لي بابا خصنا نخرجوا شي مره للخارج، تنقول لها ان شاء الله نصاوبوا الباسبور، كان ديك الساعه الباسبور شويه مزير، نصاوبوا الباسبورات تمشي انا وامك وكذا وكذا، عنده حق يمشي وعنده حق الفيزا، ولكن هي زربات وتسرعات، تقول لي خليني نمشي عند صحاباتي ونمشي نشوفهم ونمشي لبرا. فعلا حصلت على التاشيره، خذات الفيزا ديالها قانونيا ومشات لبرا قانونيا، وعطاها بوها فلوس بزاف اللي يقدوها، ما تخصم حتى شي حاجه، ودات كادوات صحاباتها تما، ودات كادو ديك صاحبتها، وكانت سكنات في واحد البلاصه مزيانه، ماشي مشات تخبات عند شي واحد شي بيتو كوزينه، سكنات بلاصه مزيانه بان فوطين مزيان، وبقاو دوك صحاباتها معها اتصال يومي، وهي تمشي معاهم للريستورون تيتعشى وتتخلص ونمشيو معاهم من هنا، وكانت هي لقات واحد شويه الحريه ديالها تما في اللبس، داك اللبس اللي كانت تلبس هنا في دارهم ديال الحشمه وكذا وكذا، ولا تلبس لباس تما اوروبي، وجا معاها كما تيقولوا، وكانت القامه ديالها والطوله ديالها جا مع هذيك الكسوه اللي كانت تلبس، وكانت تلبس شي حوايج من تما من ايطاليا، وانتم تتعرفوا ايطاليا واللباس ديال ايطاليا وكيفاش تلبسوا الايطاليين، لانهم من الدول مشهوره في العالم باللبس، لا المراه ولا الرجل الايطالي. وانا شفتهم في روما في واحد الجهه تيتجمعوا الناس اللي لابسين كساوي جداد، الكومبليات جداد والبجاد، وتيبقاو يتمشاو تما، والناس يشوفوا فيهم اللباس الجداد، الاناقه، تيجيو يشوفوا الاناقه العالميه ايطاليا، وكانت تلبس حتى هي ولا تشي داكشي وتتلبسو. وواحد النهار شات واحد الكسوه يديها عريان اللي من هنايا وظهرها عريان، ومشات تتسنى واحد صاحبتها، دارت معاه في واحد الريستورون تسناها، وهي جالسه في واحد الكرسي، وجا واحد من اللور هاز واحد الجنويه، هما تيقولوا انا ما بغيتش نذكر الدوله ديالو باش ما يقولكش انا بغينا فيهم الخدمه ولا ما تنبغيش فيهم الخدمه، من الدول المغاربيه، ليس مغربيين ولكن من الدول المغاربيه، حيت قلنا الدوله يقول لك انتم حاطين عليهم كذا، لا لا لا، من الدول المغاربيه. وجاها من اللور وضربها بالجنويه، ضربها الكلوه. في ديك الوقت اللي ضربها السيده اللي في الكونطوار اللي مكلفه بالقهوه، اللي قالت لي ماشي هي سي با الاخر تيضرب، تيقول لي ماشي هي، هو تيضرب. اشنو وقع؟ هذاك السيد من طاح ديك السيده شافها، طلق الموس وطاح وسخف وما قدش ينوض. علاش؟ حيت هذاك كانت عنده نيه يقتل واحد الخليله ديالو، صاحبته عنده معاه مشاكل، صاحبته عربيه من دولته وهو عربي من مغاربي وهي مغاربيه، وكان ذاك النهار عنده ما حساب وجا، وهذيك كانت لابسه كسوه بحال هذيك الكسوه اللي لابسه ديك البنت تلبسها الاخرى هذيك، هو جاها من اللور شاف ديك البنت مع اللور ديالها يصحاب ليه هي، كما تيقولوا كان الليل وكان الضوء شاعلين، ودخل وضربها وسط ديك الريستورون، والسيده تقول لي ماشي هي، ولما جاو البوليس قال لهم انا يصحاب ليك، انا ما صحابنيش هي، انا يصحابني هذيك اللي مخاصم معها، هاد السلطه اللي خرجت عليا ودارت لي وفعلت لي وتركت لي. السيده تقتلات وجابوها ديك المدينه، وكانت كما تيقول البوليس اللي حضروا، كانت واحد الجنازه مهيبه، كان واحد الجنازه حضروا فيها السلطات، حضروا فيها الناس على باها والجاه اللي كان عند باها والفضل ديال باها، حضروا الناس كامل، المدينه كلها تتهز باها، والمدينه كلها غادا مع ديك البنت، الطيبوبه ديالها والانسانيه ديالها. وعلاش مشيتيش ياك قال لك باك حتى نمشيو بنيتي كنا، ياك بنتي قالت لك خلينا بديت حنا تنمشيو نشوفوا حنا الخارج، شوفوا الطريق باك راه تيمشي ويجي، والفيزا تقدري تديها. علاش هاد الزربه؟ علاش بغيتي الحريه وتكوني بوحدك تما؟ علاش؟ يمكن ما غلطاتش مسكينه، بغات حريتها مع صحاباتها وبغات تضحك وتلعب وكذا وكذا، ولكن هاد الضربه منين جاتها من الجناب، قتلها واحد غلطا، وعاودت لكم واحد القصه ديال واحد النهار، وراه قالوها لي في واحد اللقاء اللي درتو اخيرا، درت واحد اللقاء تلفزي ميدي وقالت لي الصحفيه شنو هي الموت اللي بقات فيك؟ قلت لها الموت اللي بقات فيه هي واحد بنت هبطت من الطوبيس جايه من الجامعه، وواحد خينا محيح بواحد الموس، وهي مسكينه دايزه حداه كاع ما شافت عنده البوس ولا هذا، هو يدرقها ويضربها قتلها عند الدار غير بوحدها حتى هي وقتلها. هادو هما اللي بقاو فيك هاد الجرائم ديال وحده مسكينه بريئه، هي تموت وتتساءل اش درت ليه؟ هي تقتل ولا اش درت ليه؟ مالو اش درت ليه؟ مشات يا ليتها كما قال باها، تيقول الناس ماتت لي بين يدي انا قدامي بلادي، موت في السبيطار، تموت في كلينيك، تموت هذا، يضربها واحد كاع هنا. عاود ما حنا تنسناو التليفون ويجيبوها لنا في الصندوق،
هادشي تنديو هذه قضيه هذه ماشي حارقه ما حارقه شيء، ولكن ياما جثث جات من برا، ياما جثث اللي جات من برا سبب الحريق، ياما رمى البحر ديال عباد الله. هاد الايام كان واحد الفيديو خرج واحد غادي ندير لكم هاد المستملحه، واحد الفيديو راكم شفتوه هاد الايام، ما عرفت اخويا فخري بكا ولا هو الزم وداكشي، غير صاحبي جالس حدايا في القهوه قال لي شوف غادي نسوق عليهم، وشي واحد ونصب على شي اكثر من 40 واحد، نصب عليهم في 4 المليون الواحد في واحد الدواء واحد العروبيات تما 4 المليون، قال نبغى نديكم لبرا لاوروبا 4 المليون، وخدامين تيهضروا تيشكيو. وهذيك القناه والله ما عرفت سميتها، ما نقولها لكم ما عرفت سميتها، ما عطيتش اهميه، انا شي تيعصبني، ودير لهم الميكرو تيهضروا واحد شيباني واش داروا بدقدقين والنضاضر تيقول له وحنا بغينا نمشيو للخارج ونخدموا في الخارج، ودار لي 4 المليون و80,000، وقال لي 4 مليون نعطيها الناس وانا عطيني ندور معايا عطيته 80,000، وقال لي الاخر واش تعرف اللغه الفرنسيه وتعلموها، ما نتعلموهاش، تعرف اللغه الطليانيه ونتعلموها، واش كنت تخدم تما؟ وعطى الله ما يدار، هكا تيهضر وعطى الله ما يدار مالو، ودا عباد الله. وهذاك السيد النهار الاول بدا تيدي الناس 4 المليون وطحن عباد الله ب 4 المليون، شويه ما كثروا عليه عباد الله، ولا تياخذ 3000 درهم 4000 درهم 5000 درهم، واللي كان تيضربها. وحدين تيشكيو بلا حسبه بلا حياه، ومشينا عند الدرك الملكي وما داروش لنا المحضر، ذاك سيروا تتجمعوا كاملين وخاصهم يديروا لنا المحضر. زعما راه انت حراميه بغيتي ديرها مع الدرك الملكي، وما دير مع داك اللي قول بك داك 4 المليون، والدرك الملكي ما خدموش معانا، والدرك الملكي خصهم يقلبوا ويجبدوا هذا السيد يعطينا فلوس. داك الدرك الملكي مشات في الدرك الملكي، الدرك الملكي ما عندهم ما يعطوك، الدرك الملكي كل لقيتي شي درك مطور ويدير لك بانه بغيتي تحرق يلا، وهذاك عمل غير شرعي، وانت تقولها بغيت نحرق. الدرك الملكي مشيو يقلبوا عليه، مشيو يقلبوا عليه الدرك الملكي، انا كنت تحسب لي داك 4 المليون تعطيها ليه. والغريب في الامر هاد الناس هادو ماشي شي شباب والكبار 50 عام و60 عام وعطى 4 المليون، 60 عام وعطى 4 المليون، وبغينا نمشيو للطاليان تيقول اش هي خدمتك؟ ونخدموا في الفلاحه ونخدموا في كل شيء، وانت راك فلاح هنايا، خاف فلاح هنايا، واش هنا بحال تما ولا؟ وحنا بغينا نخرجوا وضربهم مارس دا اكثر من مليار نضربهم. ونهار غيتشد دبات نقولها لكم من هذه القناه ديالي، شتي هذاك اللي دا لكم ديك 4 المليون 300,000 فرانك و400,000 فرانك، نهار تشد انا ما غادي لكم حتى ريال، انا عمري ما شتي واحد حراك شديناه وجبناه تيحرق الناس وجبنا الضحايا وبقى تيرد لهم، مشات الفلوس، مشات الفلوس، مشات فلوسكم، مشات وغيتشد وغيضرب واحد 3 سنين ومشات لكم فلوس طاقين. نتمنى من الله الرساله توصل والناس يفيقوا شويه ويعيقوا بهذا النوع ديال الجرائم وهذا النوع ديال نصب واحتيال. وبلادك يا حبيبي راه كاين الخير في المغرب الحمد لله، غير شوف لقدام، اشوف لقدام وشوف بجنابك وتحرك ويجيب الله التيسير. والسلام عليكم ورحمه الله.